مسعود عبد الله مسعود رب الراحة فدوني جي كان نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي ته إذا أمسى يقودي حسين ته قال وقودي سبط حجوته أمسينا وأمسى الملك لله أمسينا دي حسين قاموت ماني ربي بتاعته والحمد لله جنس فارو ربي في لا إله إلا الله دبر ما نقى ربي ملينجر وحده لا شريك له خبا خلم بفان قمني قال الراوي أبان حديثا نجا أراه قال فيهن أوراه نبيني نرق دعائي خنا وجن كجي له الملك وله الحمد له الملك موت ما نسافي فارو لا نسافي وهو على كل شيء قدير ومن يرته دنديانا ربي أسألك يا ربي أنسين كنا خير ما في هذه الليلة تلتو هلكن كنادين سغنا وخير ما بعدها تلتو هلكن كنبوداتين سغنا وأعوذ بك سنين ولم فما من شر ما في هذه الليلة همت هلكن كنراهين ومغنفنا وشر ما بعدها همت هلكن كنبودان راهين مغنفنا ربي أعوذ بك يا رب سنين ولم فما من الكسل فالنار وسوء الكبر فطور يعرض للنفس من كثرة مزاولة شيء فيوجب الكلال في الفعل والنفرة عنه بعد حرص ومحبة فيه جنين خنمت لقوا فدوه فتشوها وسوء الكبر يجو دل ما هم تراهن سمقا فدنا ربي أعوذ بك يا رب أنسنين ولميتي فما من عذاب في النار عذابي بالدخيث التهراجع وعذاب في القبر عذاب قبري خيث التهراجع وإذا أصبح قال ذلك أيضا وإذا أصبح قبري فتدعي خنا أما سنيجا أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا بريث السن موتماني ربي بتاتي وعن عبد الله بن خبيب بدم القاء المعجبة رضي الله عنه قال جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ننجي اقرأ قل هو الله أحد اقرأ أبو قري قل هو الله أحد قري والمعوذتين آيات سورة لمن والتي دبت قري حين تمسي وحين تصبح قذى دي سبتو قذى بري سبتو قرأي 3 مرات يوغا سدي قلقلا غنما قرأي تكفيك من كل شيء همتو هندراه سيف گئی سجا مرة سدي مرة سقل جيچو رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن أكنجا وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عثمان بن عفان رب الراحة فينو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول النجا ما من عبد ندي يقول في صباح كل يوم ما من عبد قبر شران تاني بريسا كل قيا هنجو ومساء كل ليلة قلقل كل هلكني غيث كنجو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله مقع الله دين انتفاما الذي لا يضر مع اسمه مقع صادبته وجن كان ممين واتكلين سميدة جتوه وهو السميع العليم بقيانا بيخانا 3 مرات يبقى سدي خنجي إلا لم يضره شيء واتكلم ميدود أبمالين تاني رواه أبو داود والترمذي أكنجا باب ما يقوله عند النوم أكبو قيان أربانا